ما تبالغش قوي كده، مش للدرجات دي يعني. ممكن تطلع شوية، نطلع اكتر. الحقيقة مش فارقة انا عندي كام سنة، ولكن اللي فارق اني حابة اتكلم معاكم النهاردة واقول لكم ايه الحاجات اللي لو بجد فعلا كنت في العشرينات كنت اتمنى ان انا اعملها. فبليز keep watching. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا كنت بهزر في اول الفيديو. انا ما بحبش كلمه لو او كنت اتمنى او اي حاجه تدل انه خلاص ما فيش وقت لده، لانه دايما مقتنعه it's never too late. مهما كان سنك، مهما كان اي حاجه، فتقدري تعملي اللي انت عايزاه. ولكن انا بقصد انه كنت هحب ابدا ده في الوقت ده. يعني في الوقت ده بيكون عندنا طاقه معينه، بتكون لسه ما عندناش نفس المسؤوليات واحنا اكبر. فكنت هتمنى ابقى حاطه البيز ده من بدري، بس اتس اوكي انا حطيته دلوقتي وبحطه دلوقتي في كل الحاجات اللي ناقصه. فتعالوا اقول لكم 10 حاجات بجد لو كنت في العشرينات اكيد كنت هعملها. اول حاجه هي الاستمراريه مش الباشن. كنت هعتمد على الاستمراريه، ان انا افضل مستمره في حاجه لوقت طويل واعود نفسي على يعني ايه التزام بالحاجه مهما كان حالي او مودي او احساسي او مشاعري او افكاري. الحقيقه دي اكتر حاجه نفسي اتعلمها من بدري، ودي بقى ستيل لحد دلوقتي. انسوا بقى اللي انا قلته، دي حاجه بجد كنت بتمنى ان انا اتعلمها من بدري، لان كانت هتفرق معايا كتير. لاني اتعلمتها او لسه كمان بتعلمها بالطريقه الصعبه، لان كل ما بنكبر وبتزداد مسؤولياتنا الموضوع بيبقى اصعب بكتير لو انتي متعوده تمشي حسب هواكي او حسب الباشن. الباشن كلمه جميله بس كلمه مش موجوده دايما. انت في فتره كان عندك باشن ناحيه الجيم، بس اللي هيخليك تكمل هي الاستمراريه والالتزام. الباشن مش كل يوم موجود، يعني احنا مش كل يوم عاوزين نروح الجيم، ولكن الاستمراريه والقرار مع النفس ان انا هروح مهما كانت حالتي النفسيه او مهما كان احساسي، هو ده اللي هيخليك تكمل حاجه للاخر. زي الامومه بالظبط. انا مش كل يوم حاسه انه انا ام جميله او حاسه ان انا عايزه اكون ام النهارده، ولكن التزامي بمسؤولياتي هو اللي بيخليني اعملها مهما كانت حالتي النفسيه. لو رجع بيا الزمن من العشرينات كنت همشي حسب الالتزام والاستمراريه، مش الباشن والمود خالص. 2، كنت هضغط على نفسي اكتر، او بمعنى اصح كنت هطول نفسي اكتر. ودايما بقول للكلاينتس عندي او لبنات صغيرين، اضغطي على نفسك، حملي نفسك زياده عن طاقتها قبل ما تيجي الحياه هي وتضغطك فتضطري غصب عنك تتعلمي بالطريقه الصعبه. فكنت هضغط نفسي اكتر، كنت هتك على نفسي اكتر، مش اللي هو كل حاجه اكون كويسه وتمام ومش مضغوطه. اكيد الضغط السلبي مش حاجه كويسه، ولكن بقصد هنا انه عودي نفسك شويه على الضغط، وان انت تبقي فلكسبل عشان ما تجيش الحياه تضغطك غصب عنك. زي ما قلت في الفيديو اللي فات او اللي قبل كده، كلي نفسك قبل ما حد يجي وياكلك. تالت حاجه كنت هعملها من بدري قوي هي الاستثمار الايجابي في عقلي. كنت هستثمر في نفسي اكتر، كنت هتعلم سكيلز اكتر، كنت هتعلم علوم اكتر. اي حاجه انا مهتمه بيها كنت هاخد فيها كورسز ودبلومات، وده انا بعمله دلوقتي الحمد لله. ده انا بعمله دلوقتي. بس لو انتي في العشرينات بجد ما تضيعيش وقتك بس في موبايل او خروجات وتقولي لسه قدامي وقت. هو لسه قدامك وقت، بس صدقيني ده افضل وقت من بدري ان انتي تبداي تستثمري في عقلك. فكري فلوسك بتروح فين. انا بشتري كتاب ايه؟ انا بقعد على السوشيال ميديا اتابع مين؟ انا بتفرج على فيديوهات عامله ازاي؟ ايه الدبلومه اللي انا هاخدها؟ ايه السكيل اللي انا عايزه اتعلمها؟ مش لازم تكون كورسز، ممكن انتي تتعلميها من البيت. ايه اللغه اللي انا حابه اتعلمها؟ وده انا بجد بدات اعمله، وبدات احاول ان انا احط في اليوم نص ساعه كل يوم لسكيل جديده انا بتعلمها. وحاليا انا بتعلم على نوشن عشان عاجبني قوي كبرودكتيفيتي، كحاجه ابلان عليها، خصوصا ان انا بحب البلان جدا او البلاننج جدا. فمثلا كل يوم بحاول اديله نص ساعه كده على قد ما اقدر ان انا اتعلمه. فانتي كمان دلوقتي لو في عشريناتك لازم تعملي كده، ان انا امارس الرياضه بانتظام. اي نوع رياضه في الحياه، عارفين اللي هو انزل من البيت امشي، تبقى عاده عندي انه انا كل يوم او يوم بعد يوم انا بنزل من البيت بمشي نص ساعه. دي كانت حاجه هبقى نفسي ان انا اضغط على نفسي واتعلمها من بدري جدا. دلوقتي انا بعملها، بس برضو الفكره ان انتي مع مسؤوليات اكتر انك تعملي عاده بتكون اصعب. فده اللي بيخليني يقول كنت هبداها من بدري. مش معناها انه ما ينفعش تعمليها في الثلاثينات او الاربعينات او الخمسينات او الستينات، ولكن
بدايتك ليها من بدري بيعودك بالطريقه السهله. بس اتس اوكي لو بتحبي الصعب زي كده اتعلمي بالطريقه الصعبه. بس انا قصدي انه لو انت بجد دلوقتي في عشريناتك لازم تبقي بتمارسي اي نوع من الحركه. انزلي من البيت كل يوم نص ساعه، عايزه تروحي الجيم، عايزه تعملي زومبا في البيت، عايزه تعملي اي نوع مناسب لللايف ستايل بتاعك، فلازم تعملي ده دلوقتي. الجورنالينج وسيبك من التلزيق والقص واللزق وكده يعني ببساطه جدا الكتابه. كنت هبقى بكتب عن نفسي اكتر او بتكلم مع نفسي بالورقه والقلم اكتر. الموضوع مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها، الموضوع بجد صعب. فانا دلوقتي بعاني انه انا اعمل ده، رغم ان انا كنت بعمله اسهل زمان، بس لما قطعت فتره طويله الموضوع بقى صعب قوي. فلو رجع بيا الزمن او لو انتي في عشريناتك دلوقتي، عودي نفسك على الكتابه، اكتبي افكارك، اكتبي مشاعرك. ده اولا بيخليكي عارفه نفسك قوي، متكلمه مع نفسك وفاهمه كل عيوبها ومميزاتها، بيخليكي قادره تسيطري على افكارك وبسهوله جدا تفهمي مشاعرك. فبجد الموضوع مختلف. ابدأي من النهارده، قرري ان انتي كل يوم نص ساعه في جورنالينج وهتتعيلي. منتاليتي المايند ريدنج ومنتاليتي الشخصنه شويه. ايه هي المايند ريدنج؟ ان انا ابقى بسبق الاحداث او بتوقع اللي قدامي كان بيفكر في ايه ليا او قصده ايه من كلامه، او اتوقع حاجات في المستقبل من غير دليل معين واضح قدامي. فده كان بيرهقني جدا وكان بيعمل لي غضب شديد. يعني يجي شخص فيقول كلمه تضايقني، انا مش بكون على قد الكلمه، انا ببدا احلل ما وراء الكلمه. ده ممكن يكون صح احيانا، يعني احيانا انت ممكن تكوني بتتوقعي صح ولكن مش مفيد ابدا. فبقيت دلوقتي طالما الشخص ما قاليش الكلمه بلسانه انا بعمل عبيطه. فده بيخليني مرتاحه جدا، بيخليني ما عنديش نفس الغضب او الغل اللي كان بجد ممكن يدمرني ويدمر علاقاتي بشكل كبير. كمان بقيت بحاول ان انا اجي دايركت، لو حسيت ان حد بيقول كلام كده ما بين السطور بسأل، بحرجه وبسأل والله قال انا قصدي كذا فعلا، فساعتها نتكلم. قال لا انا مش قصدي، خلاص بعتبر ان هو مش قصده ويكفيني ان هو انكر. فبقت دي المنتاليتي بتاعتي في العلاقات وبقيت مريحاني جدا جدا جدا. ما بقاش عندي نفس الغل نفس الغضب اللي كان عندي وانا في العشرينات. فبرضو دي حاجة لو كنت علمتها من بدري كانت ممكن تفرق معايا في صحتي كمان. دور الضحية، او انه ما فهمش ان حياتي مسؤوليتي انا 100%، وان مفيش حد هيجي بعصايه سحريه يغير لي حياتي تماما. وانا عارفه ان انا بقول ده كتير بس لان ده صح. مهما كان اللي انا بعاني منه فانا مش ضحيه خالص، مهما كان اللي اذوني فانا مش ضحيه خالص، مهما كان اللي جرحوني فانا مش ضحيه خالص، لان في النهايه انا هدير بتاعتي حياتي، انا مسؤوليتي. المفروض ان انا مريت بحاجه صعبه، خلاص شكرا، الشكوى لن تفيد باي شكل من الاشكال. فدوري هنا ان انا اشوف بقى اللي جاي هيكون عامل ازاي. انما لو انا وقعت في دور الضحيه بغطس فيه وما بعرفش اخرج منه ابدا، وبفضل قاعده مستنيه حد يطلعني، وغالبا محدش هيكون فاضي يطلعك. فطلعي نفسك من بدري بدري كده، وحاولي تخرجي دايما من دور الضحيه، وان انت تبقي بتشتكي او ان انت تبقي بتعملي اسقاط على الناس والظروف والحاجات اللي مريتي بيها والذكريات ان هي سبب في اللي انت فيه، او حتى المرض. يعني شوفي اصعب حاجه المرض لو انت اسقطتي عليه ان هو سبب ازمتك او سبب اللي انت فيه، فانت كده برضو بتلعبي دور الضحيه. اعرفي انه دلوقتي حياتك مسؤوليتك، انت واقعه في حاجه معينه او حاسه ان حياتك صعبه دلوقتي، هتعملي ايه؟ التوفير. يعني كنت هعلم نفسي اوفر بشكل افضل واصرف فلوسي بشكل افضل وافهم معنى الفلوس، عشان ربنا يخليه بابايا يعني ما كانش بيخليني محتاجه اي حاجه. فلما انا كنت بدات اكسب فلوس كنت حاسه ان انا تمام، يلا اتبسطي يعني. فلا، انا لو رجع بيا الزمن هتعامل مع الفلوس احسن، وهعلم نفسي يعني ايه فلوس، ويعني ايه اصرف واصرف في ايه، وايه اللي ينفع اصرف فيه وايه اللي ينفع اجله. فكنت هعلم نفسي السكيل دي لانه بجد مهمه جدا وبتفرق جدا جدا جدا، ما بتضيعش مجهودك كده. كنت هتعلم انه انا ما اقدرش انا لوحدي اعمل كل حاجه في الدنيا. يعني دي مشكله مثلا انا بعاني منها في شغلي، انه انا حابه ان انا اعمل كل حاجه لنفسي بنفسي بايدي عشان انا اللي بفهم كل حاجه وانا اللي عارفه كل حاجه. انا عارفه كل حاجه وبفهم في حاجات التصوير، ولكن مهم جدا ان انا اتعلم انه احيانا احنا محتاجين مساعده، محتاجين حد يساعدنا في حياتنا احيانا من وقت للتاني، او محتاجين ان احنا حد يساعدنا بطريقه بروفيشنال، وانه مش لازم انا اعمل كل حاجه. لو انا تعبانه في البيت لازم افهم انه مش عيب خالص ان انا اجيب واحده تساعدني من وقت التاني في البيت، او تيجي مره كل شهر تنظف لي البيت. لو انا تعبانه من البيبي او كده مش عيب ان انا اطلب من جوزي انه ياخده شويه ساعه عشان انا محتاجه اقعد مع نفسي. لو انا بشتغل زي كده
مش عيب ان انا اجيب حد يساعدني، ده مش معناه ان انا فاشل. فمن الاخر سكيل انك تتعلمي تطلبي المساعده امتى دي مهمه جدا، وكنت هحاول اتعلم عنها اكتر. اخر حاجه وهي كنت هتعلم اكتر او هفهم اكتر قيمه الوقت مع الاهل، وانه ما اخروش وما افتكرش ان هما طول الوقت موجودين. يعني انا لو رجعت في العشرينات، ودي حاجة بقى ما اقدرش اعوضها دلوقتي الصراحة، دي حاجة فيها لو انا لو رجعت في العشرينات هقضي وقت اكتر مع بابايا، هسمعه اكتر، هفهم افكاره، هفهم هو بيعمل معايا ايه، هشوف كل الحلو اللي هو بيعمله، وهحاول اديله اكتر من وقتي، وهحاول اديله اكتر من انتباهي. وللاسف دي حاجة مش هعرف ارجعها، بس اتمنى ان انتوا تتعلموها بجد. اعرفوا قيمة وقتكم مع اهلكم، واديهم وقت، اديهم وقت واسمعوهم، وكونوا ذكريات معاهم. ولو رجع بيا الوقت برضو هصور فيديوهات اكتر مع بابايا. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون فاتكم. بحبكم قوي قوي قوي، اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.